بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنتكلم تحت عنوان اعرف نفسك في الحلقات بتاعتنا. موضوعنا النهاردة عن قناعة من القناعات الإيجابية اللي لازم تكون متوفرة، لأن هي بتؤثر إيجابا وسلبا على السلوك البشري. والقناعة بتاعتنا النهاردة تحت عنوان أن الخالق واحد. زمان كانت الاجتهادات هي اللي بتؤدي إلى العملية الإيمانية، الاجتهادات الفكرية، يعني أنا بعمل دراسات فكرية لمقومات الذاتية وأفكاري وللكون من حولي وللشرع اللي موجود مع الرسل، وبالتالي بحصل على نتائج هذا التفكير والتأمل بأن للكون فيه فعلا إله وخالق واحد. النهاردة العلم أصبح في دايرة الاعتراف بأن الكون له خالق واحد، لا مفر من ذلك. كان زمان الإنسان بيتهرب من النقطة دي ويحاول يخرج بأدلة علمية. دلوقتي العملية اتعكست، أصبح من الصعب أن العلم يتنصل من أن للكون خالق واحد. إزاي الموضوع ده؟ أول نقطة بنتكلم فيها هي وحدة التكوين الكوني. ربنا سبحانه وتعالى خلق الكون من 3 مواد: المواد الصلبة والمواد السائلة والمواد الغازية، وكلها بتتناهى إلى جزيئات، والجزيئات بتتناهى في الصغر إلى ذرات، والذرة هي تعتبر وحدة التكوين للمادة ككل. الذرة عبارة عن إلكترونات وبروتونات ونيوترونات، وكلها متماسكة مع بعضها بطاقة معينة، والطاقة دي هي اللي بيتكون منها الكون ككل. الشجرة عبارة عن ذرات وهي في الآخر طاقة، البحر عبارة عن ذرات وهو في الآخر طاقة، الكواكب عبارة عن ذرات وهي في الآخر طاقة، الإنسان عبارة عن مادة والمادة عبارة عن ذرات وهي في الآخر عبارة عن طاقة. وإن الكون ده له مصدر لهذه الطاقة، وهو الله سبحانه وتعالى هو صاحب الكون كله. النهاردة الدراسات العلمية أصبحت لا مفر ليها من الاعتراف بوحدة التكوين الكوني وإن للكون خالق واحد. حاجة تانية في النظام الكوني، في وحدة النظام الكوني التباين والتكامل. الأسرة عبارة عن ذكر وأنثى، رجل وامرأة. الكيان الاقتصادي عبارة عن كيانات مختلفة، كل كيان متخصص في حاجة معينة وكل كيان بيكمل التاني. في المهن والحرف، في الدكتور وفي المهندس وفي النجار وفي الحداد، وكل واحد بيكمل التاني عشان يسدوا الثغرات بتاعة الاحتياجات الاقتصادية في الكيان الاقتصادي ككل. في الكون الشمس بتعمل عملية البخر لماء البحر وتحولها إلى مياه عذبة تصب في منابع الأنهار، والأنهار بالتالي ترجع تصب تاني في البحار. الشمس غير الأرض غير البحر، ولكن في تباين في الخصائص، ولكن في تكامل. الكون كله بيكمل بعضه، وده اللي العلم توصل به، التباين والتكامل على مستوى الجزء وعلى مستوى الكل. الذرة لولا ان هي شحنات سالبة وشحنات موجبة وفي تباين بينهم ما كانش هيحصل التكامل وان الذرة تكون متماسكة. كذلك في نظام المجرات على المستوى الكلي او الشمولي في تباين وفي تكامل، وإلا ما كانش هتبقى في المدارات اللي موجودة، وكان مسافة الكواكب تناثرت من المجرات بتاعتها.
فنظام التباين والتكامل ماشي بيه الكون كله من الجزئية للكلية. حاجة تانية بالنسبة للجزئية والكلية، التوافق في بينها وبين الشرع وبين العلوم والطبيعة. على سبيل المثال في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. طيب إيه اللي جاب الفرض وهو شيء واحد إلى الأرض كلها؟ إزاي فرض يفسد في الأرض كلها؟ ده بالمنظور الشرعي في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ده علاقة بين الجزئية وهو الفرد كوحدة تكوين في الكيان الاجتماعي، وبين الكلية وهي الكيان الاجتماعي كله على مستوى الكرة الأرضية. في علاقة بين الجزء وبين الكل على مستوى الكرة الأرضية. طيب في الطبيعة والنظام الكوني، الإنسان اجتهد في إن هو يحرر إلكترون الذرة من المدار بتاعه ويستعمله في إن هو يعمل القنبلة الذرية. الإلكترون ده موجود في وسط متعادل لأن هو شحنة سالبة، والنواة شحنة متعادلة التكوين وفيها الشحنات الموجبة، وبالتالي بيحصل التعادل ويبقى فيه التماسك في الذرة. لما بخرج الإلكترون وهو شحنة سالبة بحطه في وسط متعادل من خلال القنبلة الذرية، بيعمل خلل في التوازن البيئي، سواء كانت المادة صلبة أو سائلة أو غازية، لأن أنا حطيت شحنات سالبة في وسط متعادل، ودي القوة الفاعلة في القنبلة الذرية. دي فكرتها. ده على مستوى الطبيعة والعلم والكيمياء والفيزياء إلى آخره في العلاقة بين الجزئية والكلية. طيب في الحديث بتاعنا، الفرد يعتبر هو وحدة تكوين الأسرة، والفرد اللي متمسك بالقيم والمبادئ والأخلاقيات لما ما يتمش تحصينه بالزواج بيتحلل من القيم والمبادئ بتاعته، وبالتالي بيكون زي الإلكترون ذو الشحنة السالبة في الوسط المتعادل، بيؤدي إلى خلل في الكيانات الأسرية، لأنه هو هيحاول إنه يقضي احتياجاته الفسيولوجية بطرق غير شرعية، وبالتالي هيأثر سلبا على وحدة التكوين للكيان الاجتماعي وهي الأسر، وينتشر هذا الخلل إلى أن يغطي الكرة الأرضية ككل. إذا كان ده مبدأ: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ده على مستوى المنظور الشرعي بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام فيما معناه. وقلنا المثال من الطبيعة بين الجزئية والكلية هو الخلل اللي بيحدثه وجود الشحنات السالبة وهي الإلكترونات في وسط متعادل، واللي من خلالها بينشئوا هذه الطاقة. وإن كان الإنسان حاليا في حيرة من أمره لأن ما عملش الدائرة الكاملة للتخلص من النفايات النووية نتيجة هذا التفكير. يبقى الجزئية والشمولية على مستوى الطبيعة والعلم بتتوافق مع اللي جه به الشرع. الشرع وأسرار النفس البشرية، ربنا سبحانه وتعالى حتة الربط بين الجزئية والكلية على مستوى الشرع والربط بين الجزئية والكلية في الطبيعة، إن الغرض منها إثبات إن المصدر واحد، يعني الشرع متوافق مع السنن الكونية. الشرع وأسرار النفس البشرية، لو جيت تتتبع الآيات والأوامر والنهي على مستوى الاجتماعي وعلى مستوى البيئي وعلى مستوى الكيان الاقتصادي للمكان اللي الإنسان بيبقى متواجد فيه، بتلاحظ إن الشرع حريص على إن هو يشبع قناعات النفس البشرية من ناحية، ومن ناحية تانية يحافظ على النسيج الاجتماعي والكيان الاجتماعي ككل. زي مثلا في جزئية غض البصر، أنا لما بغض بصري عن المحارم، المجتمع كله بيغض بصره عن المحارم اللي هي متعلقة بيا، فبيكون النفع متبادل والفائدة متبادلة. بالنسبة لقطع يد السارق، الغرض منها المنع أكتر منه
الغرض منها قطع اليد أو العقاب، يعني بمعنى إن أنا بوجد الخوف عند اللي بيفكر إن هو يسرق، وبالتالي بمنع عملية الإيه؟ السرقة. كذلك باقي الحدود الغرض منها المنع قبل القطع، وده بيتوافق المنع قبل الجريمة، وده بيتوافق مع نوازع النفس البشرية وميولها وأفكارها. وده برضو بيؤكد على ان الشرع مصدره يتوافق مع مصدرية الخالق ومصدر الطبيعة كلها. الدوائر الكاملة، ربنا سبحانه وتعالى خلق الكون كله بنظام الدوائر الكاملة. بمعنى ايه نظام الدوائر الكاملة؟ زي ما قلنا الشمس بتبخر المية المالحة وتقطرها وتحولها إلى مياه عذبة بتصب في منابع الأنهار عشان الإنسان يشرب منها. فدي تعتبر ترجع تاني تصب في البحار وبتغذي الثروة السمكية وإلى آخره. تعتبر دائرة كاملة للحفاظ على البيئة والتوازن البيئي. الفضلات بتاعت الإنسان والحيوان بتتحول إلى سماد للأرض بينشأ عليها النباتات وبياكل منها تاني الإنسان والحيوان، ودي بتعتبر دوائر كاملة للحفاظ على التوازن البيئي. الإنسان عمل بعض الأشياء اللي هي في ظاهرها إصلاح، وإن كان في باطنها هي إفساد في الأرض، ومن ضمنها ما يتعلق بالطاقة النووية والنفايات النووية زي ما قلنا، واللي الإنسان مش عارف يتخلص منها لأنه ما درسش دراسة كاملة للنظام الكوني بداية قبل ما يبدأ إن هو يحاول يطور التطوير اللي يسيء للبيئة يسيء لنفسه ويسيء للبيئة ككل. فالمفروض التطوير يبقى بناء على النظام الكوني اللي موجود والحفاظ على التوازن البيئي اللي موجود. فنظام التوازن، نظام الدوائر الكاملة الغرض منه الحفاظ على التوازن البيئي، وده في صالح العنصر البشري وفي صالح الطبيعة اللي الخالق واحد خلقها. كذلك هنلاقي نظام الدوائر الكاملة في العنصر البشري من ناحية النسب والنسل وتوارث العلم والثقافات وإلى آخره. كل جيل بيعلم التاني وبيسلم التاني في تطوير لعملية التثقيف والتعليم، ودي تعتبر دوائر كاملة في إطار البيئة الاجتماعية والاقتصادية للعنصر البشري. ولو تتبعت التاريخ هتلاحظ التطور اللي عمله الإنسان على مدار السنين اللي فاتت في مجال العلاقات الاجتماعية وفي مجال العلوم والثقافات وفي مجال الكيانات الاقتصادية وتسخير التقنيات والعلوم للبيئة والعنصر البشري. المنظور والمسطور والتفكير البشري، لو تلاحظ ان الانسان تفكيره بينتقل بين الورقة والقلم وبين معطيات السنن الكونية والظواهر الطبيعية حتى لو الشرع مش موجود. يعني حتى لو ما نزلش كتب سماوية هتلاقي الفكر البشري محصور بين الظواهر الطبيعية والسنن الكونية والبيئة حواليه من ناحية، ومن ناحية تانية ما بين الورقة والقلم. لو تتبعت الكتب السماوية هتلاقيها الكتاب نفسه كتاب مسطور مكتوب وبكل الإشارات اللي فيه من الكتاب الكوني المنظور. الربط بين النص وبين البيئة المحيطة ده من الأساليب المتبعة في الكتب الشرعية السماوية، وده يثبت لك وحدة التكوين بين الفطرة اللي فطر عليها العنصر البشري وبين الشرع اللي نازل علشان يقوم العنصر البشري ويحافظ على التوافق اللي موجود سواء على المستوى الاجتماعي أو على مستوى الكيان الاقتصادي ككل. حاجة تانية بنتكلم فيها الغرض من الربط بين النظم والكيانات الكونية اللي ربنا خلقها وبين الشرع وبين السلوك البشري هو الخروج من دايرة الشرك. بالنسبة للربط بين الشرع والسلوك البشري، ربنا سبحانه وتعالى في الشرع أعطانا أمثلة كتير على الربط بين السلوك البشري وبين البيئة المحيطة، ومنها أن ربنا سبحانه وتعالى في القصة بتاعة قاتل أخيه في قابيل وهابيل
القاتل كان محتار ازاي يواري سوءة اخيه وازاي يداري الجثة، الى ان ربنا سبحانه وتعالى بعت له غراب بيفحر في الارض وبيدفن جثة غراب تاني، وبالتالي الانسان اتعلم من الغراب، وده اثر على سلوكه، وبالتالي عمل زيه. ده موجود، الانسان بيتعلم من البيئة المحيطة وبيتأثر بيها سلوكيا، ده في الواقع حقيقي. وربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن مثل كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. برضو الربط بين السلوك وبين البيئة المحيطة، والإنسان فعلا بيتأثر إيجابا وسلبا من البيئة المحيطة وبيتعلم منها الكثير. على سبيل المثال في الأمثلة اللي احنا بنقولها والمتداولة، على قد لحافك مد رجليك. اللحاف والرجلين دي سلوك احنا بنعمله مع البيئة المحيطة، وفعلا على قد اللحاف الواحد بيأثر رجله أو بيطورها. أصبح مثال، والمثال ده يعتبر مبدأ بيتعامل به على المستوى المادي. اصرف على قد اللي موجود في جيبك، وده سلوك. السلوك ده هو أخده شعار، جابه منين؟ جابه من التعامل مع البيئة المحيطة. مثال تاني يقول لك لاجل الورد ينسقي العليق. الورد والعليق الفلاح يعرفهم، في عوالق بتنشأ على الازهار والورود، وبيضطر الفلاح ان هو يسقي العوالق دي علشان يسقي الازهار او يسقي الورود، ودي تحولت الى شعار او مثل شعبي. وبالتالي سلوك ان في انسان انت ممكن ما تكونش عاوز تتعامل معاه، بس هيوصلك لانسان تاني انت ليك مصلحة معاه او تحب انك تتعامل معاه، فبتضطر ان انت تتعامل مع الوسيط ده بايجابية رغم رفضك ليه، في سبيل ان انت تنجح في الوصول للطرف الاخر وتحقق أهدافك من هذه العلاقة. كتير من الأمثلة هتلاقيها مستنبطة من تعامل الإنسان مع البيئة المحيطة وتحولت إلى سلوك بشري، زي مثلا لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه. ده الميكانيكا، لما تيجي تتكلم فيها تبص تلاقي بالفعل سلوك بشري. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه كأنه ولي حميم. قدم الخير هتلاقي الايه؟ هتلاقي الخير. وكتير تبسمك في وجه اخيك صدقه، لانك لما تبتسم هتلاقي رد فعل ايه؟ ايجابي. الغرض من الربط بين السلوك البشري والبيئة المحيطة هو التأكيد على وحدة التكوين، سواء كان على مستوى العنصر البشري أو على مستوى البيئة المحيطة، وعلم الخالق بأسرار النفس البشرية، بدليل أنه هو بيربط بينها وبين البيئة المحيطة، وده اللي الإنسان بيعمله فعلا وبيتأثر به سواء في وجود الشرع أو عدمه. الغرض من القناعة دي النهاردة إن الإنسان يخرج من دائرة الشرك على مستوى العقل الواعي واللاواعي، لأنه بيكون خلاص حط إيديه على الأدلة العلمية والواقع اللي ما يقدرش ينكره، أو اليقين بعين الواقع زي ما احنا بنقول، وده اللي العلم النهاردة ما يقدرش إن هو يتنصل منه. طيب تعال نبص للمنظور الشرعي في حتة الخروج من دائرة الشرك. اطلبوا الحاجات بعزة نفس فإن لله عبادا وكلوا بقضاء حوائج الناس. وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام خرجنا من الدائرة دي بأنه قال إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مش معنى كده ان الحرامي ما يتقطعش ايده او القاتل ما يتقتلش، لا، ان ليك حقوق عليه. هو ربنا قدر انما في حقوق وفي عقاب هو يكون جزاؤه، والا مش هتستقيم الامور، مش هتستقيم الايه؟ الحياه. ربنا سبحانه وتعالى يا عبادي لو اجتمع انسكم وجنكم واولكم واخركم، ولما اقول ربنا هو صاحب الكون، هو الذي يملك، هو اللي عنده. لو اجتمع انسكم وجنكم في الحديث القدسي فيما معناه، لو اجتمع انسكم وجنكم في صعيد واحد وسالني كل واحد منكم مسالته فاعطيته اياها ما نقص ذلك من ملك شيء، ما ينقص ده من عطاء الله شيء. الغرض من عرض الحديث ده في الوقت ده ان احنا بنربط بين ان الكون له خالق واحد هو المسيطر، هو المهيمن، هو المالك لكل شيء. فبالتالي عزة الإنسان في إن هو يعترف بوحدة الواحد ولا يشرك به، لأن الشرك بالله قبل ما يكون شرك بالله هو إهانة للفرد نفسه.
لأنه بيدخل بينه وبين المالك وسيط. طب أنا ليه أدخل بيني وبين المالك وسيط؟ ده الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول اسألوا الله ولو في الملح، ولو في الملح. وده لا يمنع ان في وجود علاقات اجتماعية وفي علاقات اقتصادية في اطار بعيد عن دايرة الشرك، وده المطلوب. حاجة تانية، لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، ومن توكل على الله فهو حسبه أي يكفيه. وبعدين انت الانسان لما بيجي يروح اي مصلحة او جهة وبيكون يعرف فلان، يقول له ده انا جاي لك من طرف فلان، ويبقى مفتخر وهو رايح كده، بيبقى لابس ومش شيك ومش جنتل علشان يواجه الفلان ده، وانا جاي من فلان فلازم عشان من جاي من طرف فلان لازم اكون ايه في شكل معين واطار معين. ده على مستوى تعاملات الخلق، ما بالك لما يكون ليك انت طرف لله سبحانه وتعالى، او جاي من طرف ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ربنا سبحانه وتعالى يحارب مع وليه ضد من عادى وليه. فطبعا ما فيش وجه مقارنة بين الواسطة الأرضية والواسطة الإلهية، وإن في التوحيد عزة للنفس البشرية. ده كان موضوعنا النهاردة عن قناعة من أهم القناعات اللي هي يجب أن تكون متوفرة عند العنصر البشري، وهي وحدة الخالق بالمنظور العلمي. احنا تناولناها بالمنظور العلمي، وتناولناها إلى حد ما بالمنظور الشرعي، وإن كان التناول بالمنظور الشرعي مستفيض وفي كتير، بس كان يهمنا النهاردة إن احنا نتناولها بالمنظور العلمي. وده الغرض منه الجزئية بتاعة العقل الباطن، لأن ده بيؤثر 90% على السلوك وعلى اتخاذ القرار للعنصر البشري. والقناعات احنا اهتميت بها في بداية حلقتنا اعرف نفسك، لأن القناعات دي تعتبر من المرجعيات اللي العقل الباطن بيستند بيها في اتخاذ القرار والسلوك. كان معاكم دكتور هشام يوسف، باحث في العلوم الإنسانية ومدرب ومحاضر في العلوم الإنسانية. شكرا لكم.